السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الشيف ثريا. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة ان شاء الله. وصفتنا لنهار اليوم صابلي سامبل بدون بيض. بالنسبة للاشخاص اللي يعانوا من حساسية البيض حبيت نشاركها معكم بطريقة اخرى راح تنجحي فيه، يخرج بزاف بنين هشيش يذوب في الفم. حنعطيكم مقادير جد مضبوطة وخاصة للمبتدئات راح تنجحي فيه من اول تجربة. يقطع لك كمية معتبرة. نروح نشوف المقادير وطريقة التحضير بدون إطالة، فرجة ممتعة إن شاء الله. نحتاج ربع كأس ماء، راح نضيف له زيت الليمون قطرات نحركه مليح. إذا كان مش متوفر عندك زيت الليمون تستعملي عطر الليمون كبديل. 150 جرام بحرارة المطبخ مارغرين. استعملت لابيل. نصف كأس سكر ناعم. مبشور الليمون حتى الحلوى تاعنا تكون بذوق الليمون. راح نخلط مليح بالمضرب الكهربائي تقريبا 2 إلى 3 دقائق حتى نتحصل على سائل كريمي. راح نضيف 4 ملاعق زيت نباتي. نخلط أو نضرب مليح. وفي الأخير راح نتحصل هذا القوام. نضيف ملعقة ممسوحة نشا. تخلطي بالملعقة فقط حتى تختفي مليح. وفي الأخير راح نلم بالطحين الأبيض. استعملت كأس في بداية المرحلة مع نصف كيس خميرة كيميائية، يعني 5 جرام بالضبط. بالنسبة للكأس الثانية راح أضيفيها بالتدريج حتى تعرفي الطراوة. راح نعطيكم المقادير بالضبط. كأسين طحين أبيض. استعملت نوعية نايلات. حصلت عجينة طرية غير متلاصقة. عجينة الصابلي خليتها ترتاح في كيس بلاستيكي في الثلاجة ربع ساعة. فتحتها بالحلال. استعملت هذا المول أو الطابع اللي راه متوفر عندك. لاحظي سمك حبة الصابلي. بالنسبة للعجينة المتبقية راح نلمها مليح بدون ما تدلكيها. تفتحيها بالحلال وديموليها من جديد نفس الطريقة. راح نشعل الفور على 180 درجة إلى 170. تخليها تقريبا ربع ساعة. أنا نحبها تأخذ اللون الذهبي من الأسفل والأعلى. تقدر تخلي اللون الأبيض. راح نزينه مع بعض حبات الصابلي اللي راهم وجدوا معنا. نستعمل مربى المشمش على السطح أو وجه حبة الصابلي بعد ما تبرد مليح حتى ما تتكسرش معاك. بالنسبة للتزيين استعملت كاوكاو إيفيلي، فيربستاج، أحسن طريقة أنك تشدي حبة الصابلي وتديري على الوجه بهذه الطريقة المعتادة اللي كامل نعرفوها حتى ما تكسرش معاك. طريقة سهلة بسيطة وخاصة للمبتدئات. أكيد المبتدئة راح تنجح فيها من أول تجربة. خلونا تعليقات أنكم نجحتوا فيها. بدون ما تنسوا لايك، ضغط على زر الإعجاب. حبيت ننوع في التشكيلات. تقريبا بوكس صابلي سامبل. بالنسبة للصابلي اللي درت له السكر الناعم غربلته مليح. ما ديريش مربى المشمش لكن خليه يبرد
وتغبري عليه بهذه الطريقة على الوجه. وفي الأخير راح نلصق الجزء السفلي أو الطبقة الثانية بمربى المشمش. نمسح مليح بالبانس. نلصقوا مع بعض الجزء العلوي بهذه الشكل، ما تضغطش عليه حتى ما يتكسرش وما يخسرش معاك. وفي الوسط اكيد راح ندير مربى المشمش اللون البرتقالي، يعطي ديكور هايل لحبة الصابلي. كنت ضفت معطر وملون الفراولة حتى تحصلت على اللون الأحمر. إذا كان مش متوفر عندك راح تضيفي ملون قطرات فقط. وفي الأخير تحصلت على بوكس حلوى صابلي سامبل، تتحضر بالخف بالتقريب، تحصلي على 20 حبة، من 18 إلى 20 حبة. خرج هايل هايل، خفيف مقرمش. راح نقسمه مع بعض حبة يذوب في الفم. إذا عجبتكم وصفة اليوم وطريقة تحضير صابلي سامبل، ما تنسوش الضغط على زر الإعجاب والاشتراك والتعليق، وخاصة الأخوات اللي هم دخلوا جديد القناة، مرحبا بكم في بيتكم وقناتكم مطبخ وتدابير الشيف ثريا. إذا نجحتوا في وصفة اليوم خلونا أكيد التعليقات. وفي الأخير ما بقى لي نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، مع وصفة جديدة إن شاء الله. سلام.